رياض محرز يخرج عن صمته في أول ظهور له بعد عدم إشراكه أساسيا في مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتصريح خاطر عن غوارديولا لن تصدق ماذا قال وماذا قرر أن يفعل. لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت من عشاق الجزائري رياض محرز فضلا وليس أمرنا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. بعد المباراة المثيرة التي جمعت مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ديربي مشتعل، نجح السيتيزنز بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي. وكما جرت العادة وكما هو متوقع من التقني بيب غوارديولا، لم يشارك رياض محرز في هذه المباراة أساسيا أو حتى أن يلعب لبضعة دقائق، بل بقي في دكة الاحتياط إلى حين انتهاء المباراة. وبعد التتويج التقطت الكاميرا رياض محرز وهو غاضب وبعيدا عن زملائه التي تحتفل بهذا التتويج، وهذا ما يؤكد عدم رضا الجزائري رياض محرز على الوضعية التي يعيشها في النادي السماوي وقرارات بيب غوارديولا التي تتجاهله في العديد من المباريات. وهذا تدور أخبار تقول على أن رياض محرز تلقى عروض مغرية من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ونيوكاسل يونايتد، وهذا قد يجعل الجزائري رياض محرز يفكر في التخلي عن مانشستر سيتي والقبول بأحد العروض.